في 3 آب عام 2011 بدأت في القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهم الفساد وقتل المتظاهرين. تفضل في مكانك. كان مع مبارك في قفص الاتهام ابناه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من قادة الشرطة السابقين. محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود. ترى ما الذي كان يفكر فيه الدكتاتور ذو 83 عاما في ذلك اليوم؟ هل كان يعود بالذاكرة إلى رحلة العمر التي أتت به إلى هذا المكان؟ عشية سنة 2000 يجتمع العالم للاحتفال بمقدم الألفية الجديدة، ومعها يأتي الأمل في بدايات جديدة، ولكن ليس في مصر. قبل أقل من 3 أشهر كانت مصر قد احتفلت بشيء مختلف بعض الشيء، لكنه مألوف بعض الشيء أيضا: إعادة انتخاب حسني مبارك لولاية رئاسية رابعة. يا له من تضارب مع أول وعد قطعه على نفسه قبل 18 سنة. لما طلع هو وتولى رئاسة الجمهورية وأقسم اليمين، كان أول خطبة ليه أو أول كلمة ليه إن هو هيبقى المدة لا تزيد عن 2 مدتين كرئاسة جمهورية، إن هو الخطبة بتاعته لن تزيد عن 20 دقيقة على الإطلاق. الحاجة الثالثة إن زوجته لن تظهر في وسائل الإعلام على الإطلاق، ولا يقبل أن يوضع اسمه على أي منشأ أو أي حاجة تتعمل في البلد زي الآخرين. كان الرجل الذي تولى الرئاسة عام 81 مختلفا عن الشخص الذي كان ممسكا بزمام الأمور عام 99. وماذا عن كل الوعود التي قطعها على نفسه في تلك الأيام الأولى؟ محافظا مخلصا على النظام الجمهوري. طالها النسيان وتبخرت. ابتدى بقى المنافقين اللي حواليه: ده انت خلاص هتمشي وفاضل لك قد ايه، واحنا ما نقدرش نستغنى، ولازم تستنى، ولازم تعمل علاوه على العائله. والعائله مش القريبه منه بس، العائله اللي بقول الزبانيه اللي موجودين حواليه. كان مبارك أول الأمر قد اختار إبقاء زوجته بعيدة عن الأضواء، لكن سوزان قامت في سنوات الرئاسة الأولى بأنشطة محدودة كانت مقبولة وقتها من المصريين. لم تحظى الأصول العائلية لسوزان ثابت بالدعاية الكافية. لقد كانت نصف ويلزية. والدتها نشأت في قرية بونتيبريد الصغيرة، إحدى قرى عمال مناجم الفحم. لم يمهل القدر ليلي ماي بالمر ابنة عامل مناجم الفحم البسيط كي ترى هذه اللحظة، ابنتها وهي تلتقي بالملكة إليزابيث باعتبارها سيدة مصر الأولى. هل بإمكان الحياة أن تمنحك أفضل من ذلك؟ بحلول عام 93 تشجعت سوزان أيضا على أن تبدأ أول نشاط رسمي لها كسيدة مصر الأولى. على مدى السنوات 17 اللاحقة استطاع مشروع القراءة للجميع أن يوزع ملايين النسخ من الكتب على المصريين بأسعار مخفضة، لكن العيب الوحيد لمشروع السيدة مبارك هو أن صورتها كانت تطبع على أغلفة الكتب بدلا من صور مؤلفيها. لا، هي محبة بقى للفنون والموسيقى بالذات، والأوبرا والموسيقى الكلاسيك والموسيقى حتى الأوروبية والموسيقى العربية، فهي يعني مدركة ده، وقارئة ممتازة، ولأنها أنت عارف أنها دارسة في الجامعة الأمريكية ومعها
ماجستير في السوسيولوجي. بينما كان الرئيس يستحوذ على المزيد من السلطة، كانت زوجته تصنع لنفسها حاشية خاصة وتحيط نفسها بالوزراء وكبار المسؤولين. ملهاش أي وضع دستوري، هي مجرد زوجة الرئيس فقط، إنما يعني السيدة الأولى رايحة والسيدة الأولى جاية تتحدث هنا وتعلق هناك. وحضرتك ما كنتيش معقولة امبارح في الخطبة، الكلام امبارح كان هايل. المصريون ينافقون صاحب السلطة حتى يتصور أن هذا صحيح فيتحول إلى دكتاتور صغير. And this to you, Staha's words, is truly awesome. حين بدأت سوزان مبارك تستاثر بالأضواء، كان ابنها الأكبر علاء قد بدأ يتغير بعدما تزوج واستقر، وبعدما ترك أيام العزوبية وراء ظهره أصبح علاء أبا للمرة الأولى. ولد محمد الذي سمي على اسم جده عام 97 ليخطف عقل وقلب الرئيس، ولعله ذكره بالطفولة السعيدة التي لم يتمتع هو بمثلها. محمد علاء يقال في إحدى المرات مثلا كان يمسك برشاش لعبة يعني. إذا ما دخل أحد المسؤولين وأطلق عليه الرصاص، يعني بدون رصاص اللعبة يعني، إذا لم يسقط على الأرض ويدعي الموت، هنا يغضب محمد غضبا شديدا. ففي إحدى المرات دخل إلى الرئيس في المركز الرياضي مسؤول كبير يعني، فإذا بمحمد يمسك بالرشاش ويطلق عليه رصاص، فابتسم الرجل، فنظر محمد إلى جده وقال له: يا جد ما وقعش. فنظر إليه الرئيس وقال له: أنت ما متش ليه؟ انزل موت. بينما كان الرئيس وحفيده يلعبان لعبة التنشين على المسؤولين، كان علاء الابن الأكبر للرئيس يلعب لعبته الخاصة، وكانت اللعبة هي النفوذ الذي يمكن أن يقترن باسمه في طول البلاد وعرضها. تغول وتوغل علاء مبارك بعد عام 88، فبدأ يدخل في شراكة أحيانا غير مقبولة لعدد ملموس من رجال المال والأعمال، بس كان غالبا اسمه لا يوضع، اللي كان الصيغة اللي كانت مقبولة إن هو فاسيليتيتور، مسهل للأعمال، من خلال اتصالاته التليفونية، من خلال قدرته على التأثير على بعض الوزراء، وبالتالي كان يسهل كثيرا من الأعمال. الحكايات في مصر على بيزنس أولاد مبارك وصلت لدرجة التنكيت. يعني في النكتة الشهيرة يعني اللي هو واحد أهواجي حاطط صور الرؤساء الثلاثة، حاطط صورة عبد الناصر وصورة السادات وصورة مبارك، فواحد داخل القهوة بيقول له: دول مين؟ قال له: ده الرئيس عبد الناصر اللي قام بثورة 52، وده الرئيس السادات اللي عمل حرب أكتوبر، وده أبو علاء شريكي في القهوة. بينما كان علاء يجمع المال ويتوغل في النفوذ في مصر، لم يكن شقيقه الأصغر جمال غافلا في لندن، والتي كان يقيم فيها منذ أواسط الثمانينيات. كان جمال مجرد مدير لفرع مصر في بنك أوف أمريكا، لكن الشائعات كانت تتواتر عن غسيل للأموال وعمليات أخرى مشبوهة. وبصرف النظر عما كان يفعله وراء الستار، كان يبدو أن جمال ينتظر بهدوء أن يحين الوقت لفرصة أكبر في بلاده. ذهبت إلى لندن مرة أو اثنين، دعاني إلى الغذاء معه منفردين في مطعم خلف هارودز، وكان مهتما بالسياسة المصرية الداخلية ويسألني في بعض الأمور ويعلق على البعض الآخر. يعني شعرت أن شهوته للعمل العام كانت في مرحلة التفتح. يونيو حزيران عام 2000، وفاة رئيس ونشأة أول أسرة جمهورية حاكمة في تاريخ العالم العربي. مات حافظ الأسد بعدما حكم سوريا ل3 عقود. تسمية الرفيق الدكتور بشار الأسد قائدا لمسيرة الحزب والشعب في القطر العربي السوري.
بعد أيام قليلة من الجنازة تم تعديل الدستور السوري ليتمكن ابنه طبيب العيون بشار ذي 34 عاما من تولي الرئاسة. أقسم بالله العظيم. وحيث سنت سوريا هذه السنة، شعر آخرون برغبة شديدة على في النظام اتباعها. الجمهوري الديمقراطي الشعبي. الرئيس بشار الأسد تولى السلطة بعد أبيه. علي عبد الله صالح كان يجهز ابنه أحمد، صدام حسين كان يجهز ابنه عدي أو قصي، معمر القذافي كان يجهز ابنه سيف، وهكذا. أصبحت بما إنها موضة سائدة في المنطقة، فهذا الطموح أصبح ينتاب الزوجة والأم ويلح عليها بطريقة قوية جدا. بالنسبة لسوزان مبارك كان الأمر أشبه بالفكرة العبقرية، على أن يكون الشخص المختار هو ابنها الأصغر جمال، الذي كان وقتها قد عاد نهائيا من لندن. لا ينبغي فقط أن يدفع كي يخلف والده في الوقت المناسب، لكن براعة الخطة قضت بأن لا يهتم الرئيس الجديد جمال مبارك بملاحقة أخطاء الرئيس السابق حسني مبارك. وبهذا يمكن أن يبقى كل شيء بيد العائلة. إصرار سوزان مبارك على إنجاح مشروع التوريث لم يكن فقط بسبب سياسي، أنها كانت تريد أن تحتفظ بمكانتها فتتحول من زوجة الرئيس إلى أم الرئيس فيما يشبه الملكة الأم يعني. لكن كان هناك سبب نفسي مهم جدا في تحريك هذا السيناريو، أن سوزان مبارك كانت تتعامل على أنها من صنعت مبارك، وهي التي يعني مهدت له الطريق لأن يصبح في هذه المكان، ويمكنها أيضا أن تصنع مبارك آخر اللي هو تمثل في ابنها. كانت الدرجة الأولى لجمال في سلم ارتقاء سدة الحكم هي انضمامه إلى الحزب الحاكم، الحزب الوطني الديمقراطي، الذي لم يكن وطنيا ولا ديمقراطيا. منذ البداية راح جمال يشق طريقه نحو السيطرة على الحزب. بعد أقل من 2 أصبح المصرفي السابق رئيسا للجنة السياسات، وهي اللجنة الأقوى في الحزب والتي أنشئت خصيصا ليترأسها. هو والده كان يرى فيه نبغة، وكان يحكي لي أنه أخذ الGCE في أقصر مدة ممكنة واختصر سنة بالكامل. فكان الأب يرى في الابن عبقرية ويحترم آراءه ويستمع إليه جدا. بعد أن فرض النجل العبقري سيطرته على الحزب، تولى أيضا المسؤولية في مكتب والده، وأصبح جمال هو واسطة العقد بين الرئيس والآخرين. لكن بقيت مشكلة، فالرئيس نفسه لم يصدر عنه ما يدل على رغبته في التنحي لصالح ابنه. كان معارضا للتوريث في المرحلة الأولى، ليس حرصا على مصلحة البلاد، ولكن الرئيس كانت لديه أنانية مفرطة وحب للذات مفرط دائما، فكان يريد هو أن يبقى على الكرسي، إلى درجة أنه مرة قال لهم وأنا ما أسيب الرئاسة حاول أخرط بصل. وواكب مسيرة الإصلاح والتنمية. نوفمبر تشرين الثاني عام 2003 كارثة. بينما كان الرئيس يلقي خطابا في مجلس الشعب سقط مغشيا عليه. قطع التلفزيون المصري البث الحي، لكن بعد ماذا؟ كانت الصورة قد انكسرت. بعد 6 أشهر مرض مبارك مرة أخرى. هذه المرة سافر إلى ميونخ في ألمانيا لجراحة في الظهر. أتذكر أن ذلك كان في يونيو حزيران، وكان الجو ممطرا وفظيعا. لقد جاءوا به على كرسي متحرك لأنه كان يعاني ألما شديدا ولم يكن يستطيع المشي، وكان الوضع أشبه بوضع الطقس السائد وقتها. سارت الجراحة التي استغرقت 1.5 ساعة سيرا عاديا، وأخذ الرئيس يتعافى. لكنه بينما كان يقضي فترة النقاهة في المستشفى بألمانيا، راجت الشائعات في القاهرة بأنه مات أثناء إجراء العملية.
كان من السهل على مبارك أن يضع نهاية لهذه القصص بأن يظهر على التلفزيون، لكنه كان تواقا أيضا لأن يعود إلى مصر. كان إحساسي دائما هو أنه يريد أن يعود إلى مصر بأسرع ما يمكن كي يبين أنه بخير. وأتذكر أن هدفه الأول في تلك الأيام التي عقبت الجراحة هو المشي بأكبر قدر ممكن وأن يصعد السلالم. أتذكر ذلك لأنه قال لي إنه يريد أن يترك المستشفى بأسرع ما يمكن، لكنه لن يفعل ذلك ما لم يكن قادرا على نزول سلم الطائرة كي يثبت أنه ها أنا قد عدت وبكامل صحتي. بعد أيام من عودة مبارك إلى مصر، تظاهر بتمثيل دور الرجل القوي مرة أخرى، فقام بتغيير الحكومة وضم وجوها جديدة كوزراء معظمهم من رجال الأعمال وأعضاء في لجنة السياسات. في شوارع القاهرة سميت الحكومة حكومة جمال مبارك. شوف، عندما ظهر الجيل الجديد اللي هو ابنه وأصدقائه وشلته من رجال الأعمال الصغار، يعني تغيرت الأمور. انت عارف، زي ما رجل تقدم به السن فأعطى مقود السيارة لابنه فدخل بينا كلنا في الحيطة. رويدا اتضحت خطة جمال الطموحة للاستحواذ على السلطة بدلا عن والده العجوز. وحين اقترب موعد انتخابات الرئاسة عام 2005 قال البعض إن الوقت قد حان كي يخطو جمال خطوته الكبيرة، لكن العجوز لم يكن ليستسلم بسهولة. كانت الرسائل المرسلة إلينا من الأب تقول إن جمال لم يكن جاهزا بعد، وإنه أي مبارك يريد المكوث أكثر في الرئاسة. لو عدت بالذاكرة كان هناك دائما تأكيد من مبارك ملخصه أنه ليس ثمة من يمكن أن يحل محله، وأنه الوحيد القادر على إدارة شؤون مصر. وأعتقد أن تلك الرسائل عن ابنه كانت جزءا لا يتجزأ من إقناعنا بأنه لا يمكننا أن نستغني عنه. أخوضوا هذه الانتخابات سبتمبر أيلول عام 2005، والرئيس الذي كان ذات مرة قد تعهد بأن لا يبقى رئيسا إلا لولاية واحدة كان هو نفسه في وسط حملة انتخابية لولاية خامسة. وكانت لديه أيضا مفاجأة أخرى للناخبين. هذه المرة وبعد تعديل الدستور سمح لهم أن يصوتوا لصالح مرشحين آخرين. المشكلة هي أن شروط الترشح كانت مدروسة جيدا، بحيث لم يستطع سوى أشخاص ليست لديهم فرص كبيرة منافسة الرجل الذي حكم البلاد لربع قرن من الزمن. لم يفاجأ أحد عندما فاز حسني مبارك بأغلبية كبيرة. بالنسبة للسيدة الأولى ربما تكون خططها الرامية لتوريث السلطة إلى ابنها لتتحول إلى الملكة الأم قد تعطلت مؤقتا، لكن الواقع هو أنها استمرت في الهيمنة على مشروع أسرة مبارك الرئاسية. فبدأت سوزان من جديد تسعى إلى تحقيق هدف لا يخلو من الجرأة. جالها هوس اسمه لازم تاخد جايزة نوبل. فاروق حسني ندعمه عشان يروح اليونسكو عشان يجيب لها جايزة نوبل. نعمل حركة المرأة والسلام عشان نجيب جايزة نوبل. نسافر نتكلم وناخد مش عارف وسام ايه. نعمل القراءة للجميع، نشوف الأطفال. يعني ما كنتش تحس إن في ولا حاجة تلقائية، كل حاجة كان ليها غرض، والغرض ده كان شخصي ينتسب ليها. À l'invitation de mon épouse Bernadette, Madame Moubarak. لا نعرف أوهام العظمة التي لا بد أنها ألهمت سوزان مبارك بالظن أن بإمكانها أن تترشح لجائزة نوبل للسلام. لكن
ما تأكد بحلول عام 2008 هو أن زوجها الذي ناهز 80 قد تزايدت عزلته بفعل الحماية المفروضة عليه من الزوجة والابن لإبعاده عن الحقائق المزعجة. أنا أؤيد أن يعني كانوا في كثيرين ما بيوصلوش المعلومات كاملة للرئيس، إلا حتة دايما، إلا حتة اللي ما تضايقهوش. لو حاجة يعني تقلق تضايق بتاع يقول لك بلاش يعني تضايقه عشان المود بتاعه يبقى كويس يعني. لم يصدق أحد عندما عرض فيلم طباخ الريس في دور السينما. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك يا ريس. قول لي هتوكلنا ايه النهارده؟ كان الفيلم ناجحا جدا وكان حديث الناس كلهم. انا عايز شويه شوربه عدس. ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس. كان الكل يعرف أنه رغم قول منتجي الفيلم إن قصته خيالية، فقد كانت القصة الحقيقية لرئيس معزول كان مصدر المعلومات الوحيد الموثوق لديه بالنسبة لما كان يدور في البلاد هو موظف بسيط. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. في السينما كان الطباخ، في الواقع كان محمد عشوب المكير الخاص بالرئيس. الرجل ده لما كان بيصحى من النوم كل اللي حواليه سيدنا، لا أحد يضحك، لا أحد يتكلم، لا أحد يقول له خبر صار، كلهم متجهمين حوله كأن الحرب قايمة. فأنا الوحيد أول ما بستلمه أقعد أهزر معاه، أقعد أضحك معاه، أقعد أقول له نكتة، أقعد أقول له، فبضحكه. فبيسترسل في الكلام، ساعات يسترسل في السياسة، ساعات يسترسل في الاجتماعيات، ساعات يسترسل في شؤون الدولة. أنت كذاب وتستاهل كل اللي يجرى لك. وهم قالوا لي ما تتكلمش يا ريس، قالوا لي ما تتكلمش. في نهاية الفيلم يطرد رجال الرئيس الطباخ بسبب توطد علاقته بالرجل الكبير. عايز اقابل سيادة الرئيس. ممنوع، لازم اقابله. للغرابة عكست الحياة الواقعية ما دار على شاشة السينما حين أقدم المقربون من مبارك بعد سنة من عرض الفيلم على إبعاد عشوب. لقوني ابتديت أتكلم معاه في حاجات، ابتديت أتناقش معاه في أشياء، اتكلم معاه في التوريث وإن الناس في ناس بترفض. ابتديت أتكلم معاه في أشياء كثيرة من هذا القبيل. لقوني هبقى خطر، ولقوني مانيش محبب ان انا ابقى جنب الرئيس. ولقيت انس فقي بيكلمني ويقول لي عشوب انت مش هتشوف الرئيس بعد كده. واصل مبارك حياته وكأن شيئا لم يتغير على مر السنين، فقد بقي خادم البلاد الأمين كما كان يقول: سأواصل معكم مسيرة العبور إلى المستقبل متحملا المسؤولية وأمانتها ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد. كانت رسالة موجهة إلى سوزان وجمال أكثر من كونها موجهة إلى الشارع المصري، لأن الصراع على رئاسة الجمهورية في هذا الوقت كان قد بلغ أوجه. معزولا ومرهقا ولكنه ما زال يقاتل. في 18 من مايو آيار عام 2009 حلت بالرجل العجوز مصيبة عائلية. بينما كان المصريون يعيشون أيام ولاية مبارك الخامسة، واجهتهم حملة شرسة لتلميع صورة ابنه جمال. كان الشعب والرئيس هدفين للمؤامرة. أنا وجهة نظري إن هم استخدموا معاه سياسة مش سياسة ضغط عليه، سياسة الأمر الواقع. إن إحنا بنشتغل أهو في السوق، الصحافة والسياسة، وإحنا موجودين على المسرح، وإحنا نخلي توريث جمال مبارك واقع سياسي وواقع عام.
بدعم مجموعة من المنتفعين لا حدود لثرواتهم على ما يبدو، صور جمال على أنه الاختيار الوحيد للأخذ بيد البلاد نحو مستقبل مشرق جديد. لا زالت الاحتياطات من العملة الأجنبية في وضع قوي، بالعكس ده كانت بتزيد حتى في الفترة اللي فاتت. لم يكن مجرد الخبير الاقتصادي الكبير صاحب الحلول السحرية، بل كان أيضا شابا قويا وصاحب مهارات في كرة القدم. ولكن كانت ثمة مشكلة وحيدة، وهي ببساطة أن المصريين لا يحبونه. جمال شخص فيه استعلاء داخلي، يشبه والدته إلى حد كبير جدا في الشخصية، لا يتحدث مع أحد بسهولة، متحفظ للغاية، لا يعرف كيف يضحك، لا يعرف كيف يداعبك، فقير الكاريزما إلى حد كبير جدا. نعم، هو افتقد كل قدرة على التواصل والذكاء العاطفي، ولم تكن لديه هذه المواهب، وربما لم يقنعه أحد بضرورة التدرب والسعي لإدراكها. لكن للأسف هذا الرجل كان يشعر بالاكتفاء، وللأسف من حوله كانوا يعاملونه كأنه فرعون مصر المنتصر. أي حد من داخل الحزب. لم تكن شخصية جمال هي العقبة الوحيدة، فلا بد للرئيس المصري أن يكون له سيدة أولى. أما جمال في السن 44 فكان لا يزال عازبا. وكانت بقى أمه معنية جدا بتزويجه. يعني في إحدى الحفلات كنا في زفاف ابنة أظن السفير نبيل فهمي، فقالت لي: ليت جمال يذهب إلى هؤلاء البنات الجميلات اللي برؤوسه ويراهن. كانت خديجة محمود الجمال ذات 23 ربيعا أصغر بكثير من الرجل الطامح إلى الرئاسة، ولكن لا يعرف أحد بالضبط ما الذي جذب جمال إليها. ما في كمان رجالة في السن ده بتحب إن واحدة صغيرة، ليه لأ؟ يعني أنا إنه كده، وبرضه في بنات بتحب كده طبعا، وهو كمان وسلطة يعني كل حاجة، فيعني ليه لأ يعني وكده. فما اقدرش اعرف انه ايه، يعني هي بتكمل الصوره ولا هو بيحب هو النوع ده اللي هو بلوند زي موديل كده، يعني مش شكلها مش مصري، جسمها مش مصري، يعني مور لايك زي موديلز كلوديا شيفرد، يعني اللي هو منظر. في 4 مايو أيار عام 2007 يوم ميلاد الرئيس، أقيم حفل الزفاف الرئاسي في شرم الشيخ، المنتجع المفضل لدى مبارك الأب. في تلك الفترة تمكن العريسان من أن يخوضا في الشأن العام والبقاء تحت الأضواء كي يصور جمال على أنه الرئيس القادم. شهدت السنوات ال5 الماضية في الوقت ذاته رفض الرئيس الفعلي بعناد أن يتزحزح عن مقعده، لكن كل ذلك كان سيتغير في القريب. في 16 من مايو أيار عام 2009 أصيب الحفيد المفضل لدى الرئيس محمد علاء بمرض غامض. بعد يومين فقط كان قد فارق الحياة. الانهيار الكامل لشخص حسني مبارك هو بعد وفاة حفيده محمد، لأن أنا كنت أعلم كويس قوي وشايف العلاقة اللي بينه وبين محمد حفيده. موت محمد بالنسبة لحسني مبارك هو موت حسني مبارك، بدليل أنه تنه لابس الجرافات السوداء مش عايز يشيلها ومش عايز يقلعها، ورفض انه يقلعها تماما. تحطم الرئيس حتى انه لم يشارك في جنازة حفيده، واعتكف في بيته وكان يرفض الظهور. اعتقد انها كانت ضربة قاصمة له فقدان حفيده، وليته اعلن يومها وكان لديه ما يبرره انه يستأذن في الانصراف كاملا، إنما يعني هو أضاع الفرص، حتى أضاع فرص الانصراف المشرف له حتى اللحظة الأخيرة. ربما لم يكن ذلك واضحا للمصريين،
لكن الرجل العجوز في الواقع كان قد استسلم للضغوط. عندما استقبل الرئيس أوباما في القاهرة بعد ذلك بأسبوعين لم يبذل جهدا يذكر لإخفاء أحزانه. كان على استعداد لأن يتنحى، لكن التوقيت في رأي المحيطين به لم يكن مناسبا. لقد فضلوا أن يبقى إلى أن تتاح الفرصة لجمال كي يمر عبر بوابة الترشح للانتخابات الديمقراطية التي كان مقررا إجراؤها عام 2011. الرئيس الحقيقة صدم بهذا الرحيل وكان يريد أن يمضي. سوزان مبارك وجمال وغيرهم الحقيقة أكثر من أحد رفضوا ذلك وصمموا على إبقائه شريطة أن يتم يعني نقل السلطة إلى جمال مبارك في هذا الوقت. لكن حتى أفضل الخطط يمكن أن تتعثر. ففي مارس آذار عام 2010 مرض مبارك مرة أخرى. طار الرئيس وحاشيته إلى هايدلبرغ في ألمانيا. قالت الرواية الرسمية إنه في حاجة إلى جراحة لإزالة المرارة، ويبدو أن العائلة لم تكن تثق في أي جراح مصري لإجراء تلك العملية. لم تكن جراحة طارئة، أعني أنه لم يكن هناك خطر على حياته، وأنه كان لابد من إجراء الجراحة خلال أيام أو حتى ساعات. لم تكن جراحة عاجلة، ولكنها كانت ضرورية. بينما كان الرئيس يتلقى العناية في هذه الحجرة بمستشفى هايدلبرغ الجامعي، كانت زوجته وابنه حريصين على التأكد من أنه لن يفارق الحياة في توقيت غير مناسب. سألاني بالتأكيد عما إذا كان الرئيس سيتمكن من أن يعود إلى عمله الرئاسي، فأجبت بالإيجاب، وقلت إننا سنفعل كل ما هو ضروري لتمكينه من أن يعود إلى عمله كالمعتاد. يسرني أن أعلن صباح اليوم أن الرئيس قد تعافى تماما من تأثير العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له قبل 3 أسابيع بالضبط. بدون مكياج ظهر الرئيس في عمره الحقيقي عندما غادر هايدلبرغ بعد فترة نقاهة استمرت 3 أسابيع. هذه المرة لم يترجل سلم الطائرة بنفسه كما حدث عندما عاد من المستشفى في المرة السابقة. كان السؤال: هل ستكون هذه نهاية رئاسته؟ كانت الخطة معدة بأن يخرج الرئيس يوم 4 مايو 2011 ذكرى عيد ميلاده، ليلقي الرئيس خطابا إلى الشعب ويعلن فيه اعتزاله للحكم. فكان سيقدم جمال في ظل انتخابات تبدو من حيث الشكل وكأنها انتخابات حرة فيها منافسة موجودة وفيها منافسة شريفة، كانت ستجري انتخابات نزيهة وكان سيفوز فيها جمال مبارك بالتأكيد ولو بنسبة 50% زائد 1. قبل أن يخرج جمال ظافرا من انتخابات الرئاسة عام 2011 كان بحاجة إلى تأمين قواعده، وذلك بضمان ملء البرلمان بأتباعه. كانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر كانون الأول عام 2010 مزورة إلى حد صارخ. لم يصدق المصريون النتائج عندما فاز حواري جمال في الحزب الوطني بجميع المقاعد تقريبا. كان جمال بتدخله المباشر يريد بناء دولة مختلفة لا تستند إلى المؤسسات، ولذلك سعى من أجل ذلك أن يأتي بمجلس شعب على رؤيته وعلى أفكاره، مجلس شعب خال من المعارضة تماما حتى يستطيع أن يمضي بمشروع التوريث، وهو على ثقة كاملة بأن أحدا لن يقف في البرلمان ويعترض. بنهاية عام 2010 كان جمال مبارك قد وضع يده على البرلمان والحكومة والحزب، لكن ثمة حلقة حاسمة بقيت مفقودة: قوات مصر المسلحة البالغ عددها 500,000 فرد، وهي أشبه بدولة داخل الدولة. كان الجنرالات وقادة الأسلحة يقبلون بمبارك الأب رئيسا باعتباره واحدا منهم،
أما مبارك الابن فكانوا لا يطيقونه. لا طبعا القوات المسلحة لم تكن يعني ترضى عن جمال مبارك، لأن هي شافت فيه ما هواش التسلسل الطبيعي للقيادة بتاعة البلد. وهو نفسه جمال مبارك لم يتقرب من القوات المسلحة على الإطلاق، فكان هو في حاجز بين القوات المسلحة وبين جمال مبارك، فما كانش تقبله. لن يكون من الممكن الآن معرفة إن كان الجيش المصري سيقبل بجمال مبارك رئيسا أم كان سيقوم بانقلاب عسكري ضده، فقد اتخذ التاريخ مسارا مختلفا. في ديسمبر كانون الأول عام 2010 أشعل بائع متجول في تونس النار في نفسه ليشعل ثورة امتدت إلى العالم العربي كله. لم ينجو دكتاتور من الأرق، لم يكونوا قادرين على تخمين ما تخبئه لهم الأيام القادمة. بعدما حدث في تونس تحدثنا مع مبارك والأشخاص المقربين منه، وقلنا له إن عليه أن يدرك أن ذلك يمكن أن يحدث في مصر أيضا، وأن الوقت حان للتغيير، لكنه استخف بكلامنا. بعد انتصار الثورة التونسية كان الثلاثة جمال، سوزان، علاء يأخذون حبوب مهدئة، وحتى عندما يعني خلصت هذه الحبوب المهدئة تم إرسال طائرة خاصة لتأتي بمجموعة حبوب مهدئة أيضا لفترة جديدة. ما عدا مبارك لم يكن يأخذ هذه الحبوب، لأنه كما كان يقال دائما ما كانش مصدق أنه ممكن حد يتجرأ ويفعل ما فعل. في 25 من يناير كانون الثاني عام 2011 وصلت شعلة الثورة التي نجحت في تونس إلى شواطئ مصر، وخلال أيام لم يعد في الإمكان صد دعوات الحرية. حتى المتظاهرون الذين خرجوا إلى شوارع المدن المصرية لم يصدقوا ما كانوا قد بدأوا. كان سكرتير مبارك السابق للمعلومات يرى بداية النهاية. أنا خرجت على تلفزيون الدولة في اليوم التالي للثورة وقلت له: حافظ على تاريخك، أقل الوزارة اليوم، طهر البرلمان من العضويات المشكوك فيها، ابدأ مسيرة الإصلاح، وابدأ هذا قبل صلاة الجمعة. ولكنه لم يستمع إلى ما أقول، والناس اندهشت أنني أقول ذلك، لأنني كنت أرى المستقبل وأرى أن أصوات هتافات التحرير لن تتوقف، وأن الناس قد فاض بها الكيل. لم يستمع مبارك لمستشاره السابق. بعد صلاة الجمعة في 28 من كانون الثاني عام 2011 انفجرت مصر. لم يدرك مبارك أن ما يحدث في مصر شيء جديد. مبارك طبع الدولة المصرية بطباعه، ومن خلال 3 عقود هو رجل يطيل التأني، وهو يعتقد أن أول وأسلم طريقة لحل المشكلة هو الصبر عليها لحين تفككها بعد أن تفقد الزخم. بحلول نهاية ذلك اليوم الذي سمي جمعة الغضب، انسحبت قوات الشرطة من الشوارع تحت ضغط المتظاهرين، وحل محلها الجيش، وتم فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد.
كانت هذه أول استجابة من الرئيس، ثم قدم تنازلا رمزيا. ففي وقت متأخر جدا من مساء تلك الجمعة ظهر مبارك على الشاشات. لقد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم، وسوف أكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة ومحددة للتعامل الحاسم مع أولويات المرحلة الراهنة. كان مبارك يرى أنه أدى ما عليه وأن على الشعب أن يرضى. وبينما كان البلد يحترق حول هو انتباهه إلى مسائل أخرى. هو كلمني يوم 29 يوم استقالة الحكومة، هو كلمني وأنا في المجلس لقيته بيطلبني يعني، فأنا يعني توجست يعني قلت في إيه، وبس سألني على يعني معرض الكتاب وتعمل إيه في معرض، قلت له ما اتلغى يا ريس خلاص، كان المفروض يفتتح النهارده وسيادتك ما جيتش. قال لي افتحوا بكره، قلت له أنا بكره مش وزير وكل الناشرين مشوا. كان مقتنعا بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وكان أوباما يقول له قد لا تكون مدركا للوقائع على نحو سليم، لكن مبارك لم يلتفت إلى ذلك، كان في حالة من الإنكار التام للحقائق. بعد الكلمة التي ألقيت الليلة تحدثت إلى الرئيس مبارك مباشرة إنه يدرك أن الوضع الراهن لا يمكن أن يدوم طويلا، وأنه لابد أن يحدث تغيير. لم يدرك السبب الذي جعل المسؤولين الأمريكيين يتصرفون معه على ذلك النحو، وكان لسان حاله يقول: لقد خدمت الغرب على مدى 30 عاما وحافظت على استقرار الشرق الأوسط، وبذلت جهودا كبيرة لضمان استمرار العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة وبقائها متينة. لم يدرك سبب تلقيه أمرا مفاجئا بالتنحي عن كرسي الرئاسة. إن هذا الوطن العزيز هو وطني، مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. يبدو أن الرئيس كان يعيش في عالمه الخاص غير مدرك أن أيامه قد أصبحت معدودة. حدثت صراعات ما بين جمال وعلاء تحديدا يوم الأربعاء 9 من فبراير. حدث مع تأزم الموقف واشتداد لغة التصعيد في الشارع والتهديد بالزحف إلى القصر الجمهوري. علاء شد أخيه جمال وألقى به أرضا وقال له: أنت اللي ضيعت تاريخ أبوك، أنت اللي دمرت الأسرة، أنت اللي خليتنا نوصل للحالة دي. فظلت سوزان تلطم خدودها وتصرخ أمام الجميع. في غمرة مشاهد الفوضى والصراع الأسري وزحف الجموع الغاضبة نحو القصر الجمهوري، أدرك الرئيس في نهاية المطاف أن كل شيء قد انتهى، وقرر يوم 11 من فبراير شباط أن يغادر القاهرة إلى مقره الخاص في شرم الشيخ. عندما قرر الرئيس أن يسافر إلى شرم الشيخ كانت هناك أزمة حقيقية مع الأسرة، فقد رفضت سوزان وجمال السفر معه. أعطت القوات المسلحة ما يشبه الإنذار لجمال ووالدته. كان جمال ميالا إلى السفر وحاول أن يقنع والدته، كانت ترفض بشدة وتقول: ده بيتنا وإحنا مش هنسيبه، هم خلاص خدوا كل حاجة، إحنا مش هنسيبه. فاضطر جمال أن يجرها من يدها إلى الطائرة وأن يقذف بها في الطائرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. السادسة من مساء يوم الجمعة 11 من فبراير شباط عام 2011، لحظة مهمة في كتب التاريخ التي سيدرسها الشباب المصري مستقبلا، كما كانت غيرها من اللحظات الهامة في التاريخ المصري الذي يمتد آلافا من السنين. في هذه الساعة انتهت 30 سنة من الديكتاتورية. لم يشعرا جمال وسوزان بتلك اللحظة، لأنه بينما انتهت رسميا أسرة مبارك الحاكمة، كان في طريقهما جوا إلى شرم الشيخ للالتقاء بالرئيس السابق. وخلافا للأجواء التي سادت الشوارع، لم يكن هذا اللقاء العائلي لقاء سعيدا. عندما وصلت لم تكن تعلم بأن الرئيس قد تنحى، وعندما علمت أن الرئيس قد تنحى اشتاطت غيظا واشتد غضبها، وقالت له: الآن قد سقطنا جميعا في الوحل، وستدفع الثمن وسندفع نحن معك الثمن في هذا الوقت أيضا. حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين، أولا بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثانياً بمعاقبة من رئيس إلى سجين، تحول الرجل الذي كان في وقت من الأوقات حاكماً مطلقاً إلى مجرد محكوم عليه بالمؤبد. متنقلا بين محبسه في السجن والإقامة في أحد المستشفيات العسكرية، يقبع مبارك مهيض الجانب وهو يواجه حقيقتين: الموت القادم ونهاية العائلة.